هاي بنات، شحالكم؟ شخباركم؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير. كنت اتوقع في الانستغرام بالسناب شات بعد اكتبوا توقعاتكم عني وانا بجاوب عليكم في الفيديو، ووصلني وايد فقلت بجاوب عليكم. شي بعد توقعات متكررة وبعد شي اسئلة، يعني مش انها توقعات، فالاسئلة بخليها اخر شي، والاشياء المتكررة اكثر شي هي، ولا تعرفون شو؟ ببدأ من البداية. اوكي، شي وحدة هي متوقعة أنا متحجبة، هي متحجبة وأغطي وجهي بعد. ثاني شيء، انتي طيبة وعسل، تحبين اليوتيوب أكثر من الانستغرام وتحبين القراءة والاجتماعية. اوكي، احب اليوتيوب اكثر عن الانستغرام، اكيد احب اليوتيوب اكثر عن الانستغرام. اليوتيوب هو عشقي، انا اقضي وقتي اكثر شيء باليوتيوب، وعقب الانستغرام لا عقب سناب شات بعدين الانستغرام. احب القراءة، هي احب القراءة. الحين ما قمت اقرا كثر قبل، بس احب وقتي لنفسي، يعني عرفتي، يوم اقرا اكون وايد مستمتعة. الاجتماعية مع اللي حولي، ما يعني انا مستحيل مثلا اشوف واحدة غريبة وشي انا ببدأ بالحوار، فهمتوا؟ يعني مستحيل اكون هادية وساكتة. اذا في حد سلم علي برد عليه وبسولف وشي، بس اني انا ابدأ وابادر وشي احس لا، استحي. اوكي، عقب اتوقع انك بنت كيوت. حبيبتي والله انت الكيوت. وهي نفسها بعد سألتني نفس الشيء، قبل ما كنت أعرفك كنت أتوقع إنك السعودية قبل ما تفتحين قناتي ولا بداياتي في اليوتيوب، لأن كلامي أبدأ من السعودي. ونعم بكل الجنسيات، بس أنا مراتية. انتي طيبة واجتماعية، عصبية شوي، تحبين المشاكل. من خلال فيديو 20 حقيقة عني. او ماي جاد، كيف يعبالك هالشي؟ ابدا، انا العكس، احب اشوف عمري اني طيبة بس اجتماعية جاوبت عليه. عصبية شوي، عصبية شوي، بس شوية يعني في اشياء صغيرة تستفزني، وهي هالاشياء لو في حد التمسها وبين ما ادري كيف. بس بشكل عام مش عصبية، إنسانة يعني باردة مع نفسي، عرفتوا؟ ما أحب المشاكل، أنا العكس تماما والله. يعني أحس إني أنا بعيدة، حتى مرات مثلا يستوي لنا مواقف وشي، مثلا كنا في فندق السيرفس مكان أوكي وشي، يعني خواتي يقولون أوكي خلاص الحين بنقوم نشتكي عليها تشيل الختم الخايسة وشي، أنا أحس إنه كله لا خلاص براية وشي، هي أحس إني مع نفسي. بس هذاك الفيديو حتى قلت هذاك الفيديو إن هاي أول مرة أتمشكل وأنفصل، فكنت وايد مستانسة إنها تجربة جديدة، بس أنا بشكل عام يعني بعيدة عن المشاكل. أوكي، الشيء اللي عقبه تتمنين تطلعين وجهك بس أهلك ما يخلونك. لا، ما أتمنى أطلع وجهي، لأن أحس إن هاي خصوصية، وأنا أصلا أغطي وجهي يوم أطلع، فكيف أطلع وجهي في اليوتيوب. الشيء اللي عقبه أنت تحبين. أتوقع 3 بنات سألوني هالسؤال بصيغة ثانية، بس نفس الشيء، إذا أنا أحب ولا لا. طبعا أحبكم أنتي طويلة. بالنسبة للبنات أنا تشوف عمري أنا طويلة، أنا طولي 165، مرات 166. أتوقع أنك طيبة وايد، شكرا حبيبتي من ذوقك. أنتي مرة حلوة وتستاهلين كل خير، أحسك راح تكونين امرأة لها مستقبل. حبيبتي والله بديت كلامك يعني وتشجيعك الحلو، إن شاء الله يعني إن شاء الله أكون يوم من الأيام مصدر هادف، أكون مثلا مصدر مفيد للمجتمع. الشيء الثاني، دخلتي مجال يوتيوب بس عشان فلوس؟ أوكي، خلني أحط التلفون على الصوب لأني أبغى أتكلم عن الموضوع. لا طبعا، أنا أوريدي أصلا موظفة أشتغل، يعني عندي دوام فول تايم جوب، أخصائية توحد يعني، وعندي دوامي وشغلي بس. والحين اليوتيوب يدفعون لي على الفيديوهات بس مبلغ وايد بسيط، حتى يعني مبلغ ما يعيش، عرفتوا؟ إلا لو كنت وايد مشهورة يصير خير عقب، بس أنا ما دخلت اليوتيوب عشان فلوس. إذا يعني فلوس أوكي، إذا ما يعني فلوس عادي، هالشي أنا أسويه هواية. أحب أصور، أستمتع بتصوير وأسوي إديتينج وشي، هالأشياء يعني أتمتع فيها. انت تحبين الشوبينج وتحبين الكوفي البارد ولطيفة وكيوت. حبيبتي والله انت الكيوت. احب اتسوق مش للملابس كثر ما احب اتسوق للديكور والاشياء الحجرة وشي، واحب الكوفي بارد هي، بس نفس الوقت بعد احب الكوفي الحار. فتتقنين اللغة الانجليزية؟ اتقن اللغة الانجليزية لان من صغري من الروضة وانا في مدرسة خاصة، يعني ان النظام يكون بريطاني او امريكي، كل المواد بالانجلش ما عدا طبعا العربي والدين، بس العلوم، الرياضيات، الفن، حتى يوم كبرت حتى الفيزياء، كيمياء، أحياء، جغرافيا، كل المواد يعني بالإنجليزي. المدرسات كانوا أجانب، والمهم النظام كله بالإنجليش، كنا نتكلم بالإنجليش وشي، فهي أتقن اللغة الإنجليزية. ما أعرف كيف عرفتي.
نفس الشيء الحين دوامي بعد التقارير والملفات كلها أكتبها بالإنجليش. الحمد لله أنا وأبوي دخلنا مدارس خاصة وتعلمنا إنجليزي غصبا عنا، لأن أحس خاصة الحين الإنجليش وايد مهم. أعرف إنجليش عادل، أعرف أتكلم وأرد وأسولف، بس الشيء اللي يقهرني يوم واحدة عربية ترمس مع الثانية عربية بالإنجليش. يعني أنا وأنتي اثنيناتنا عرب، تكلميني بالإنجليش ليش؟ فهالشي اللي يقهرني. أنا مع إن الوحدة تعرف إنجليش، وإن شاء الله حتى عيالي بعد بخليهم على هالمنهج اللي أنا كنت فيه، بس ما أحب اللي 24 ساعة إنجليزي. حبيبتي نحن عرب، أنا وأنتي عرب، تكلمي عربي، فهالشي وايد يقهرني. الشيء اللي عقبه أنت كيوت وحلوة وشوي عصبية. حبيبتي عيونك الحلوة، شوية عصبية شوية بس. اللي عقبه مرحبا، أنا كوثر، بتابعك من الأردن، ماشي توقعات عنك، بس أحس إن أنا متوقعة شكلك. أنتي عندك بيبي فيس وطولك 170. أنا شو مشكلتي مع السعير اللي تفحط وقت اللي أنا أصور؟ نفس الشيء الفيديو اللي طاف بعد، نفس الشيء بعد كتبت. وكمان شعرك نص، أكثر إنك حبابة طيوبة وإنسانة ومالك دخل بالحياة، لطيفة وهادية. أوكي اللهجة ضربت. نص أردني نص إماراتي. أوكي أنت عندك بيبي فيس وطولك 170. لا. وجهي مش بيبي فيس، على عمري عادي. أتمنى والله لو وجهي بيبي فيس. يعني أنا بالنسبة لي الجميلة يوم وجهي يكون بيبي فيس. وطولي 166. شعرك نص، أنا شعري مش قصير ولا طويل، يعني تقريبا نص هيك. وواحدة تقول حسك راح تتزوجي السنة الجاية. غادة يا غادة. نقول إن شاء الله. ليش لا السنة الجاية. واحدة كاتبة أحسك مغرورة وتتصنعين. مغرورة؟ لا، أعوذ بالله من هالصفة الخايسة، يعني صفة وايد سيئة وشنيعة الصراحة. ما أدري منو يتحمل البنت المغرورة. لا حرام عليك. متصنعة صراحة بين الصدق. في بداياتي في اليوتيوب كنت أتصنع لأني ما كنت متعودة على الكاميرا. الحين فيديوهاتي عفوية طبعا، بس قبل كنت وايد حذرة، وتعرفون كنت متوترة وشي، فكنت أتصنع بدون قصد، عرفتوا. واحدة كاتبة أنت تعرفين تطبخين، سوي لنا وصفات. والله يا عزيزتي أنا توني يمكن من السنة اللي طافت عرفت، استحي أقول لكم، عرفت الفرق بين البصل والثوم. يعني لو تبون الصدق يعني أكون صريحة معاكم، ما أعرف أطبخ ولا خواتي الكبار يعرفون يطبخن. بديت أسوي طبخات وأكلات، يعني بديت أسوي صينية بطاط مع دياي وشي، بس لازم في مساعدات طبعا. بس توني بديت يعني أسوي أشياء، أكلات طبخات يعني سريعة وكيوت، أشياء للمبتدئين. أشوف رغد ديت في السناب، ما شاء الله عليها كيف تسوي طبخات وشي، يعني أحسد البنات اللي شي، يعني أحس يا حظهم. شي بنات كاتبين كم عمرك. جاوبت على هالسؤال في الفيديو اللي قبله، هحطلكم الفيديو صندوق الوصف، روحوا تشوفوه. وإذا أنا مخطوب، واحدة سألت بعد إذا أنا مخطوبة ولا لا، وهذا بعد جاوبته في نفس الفيديو، فروحوا تشوفوه. في واحدة كاتبة مرحبا أنا متابعتش من العراق، سؤالي كيف بدأت بالقناة وشلون اشتغلتي عليها حتى تصلين لهالمرحلة. كيف بديت؟ ما شيء يعني كانت في هالفكرة من زمان في بالي، لين ما جاء اليوم وقلت خلاص بصور. أصور من التلفون، وتحديدا هالتلفون. بعدين جبت كاميرا وليتات وإضاءات وهالسوالف، بس أول شي بديت بالتلفون. عشان اشتغلت عليها الاستمرارية، يعني قبل كنت أنزل مرة كل 3 أسابيع، كل أسبوعين وشي، بس الحين قمت أنزل مرتين في الأسبوع، وهالمرتين نفس اليوم، يعني كل سبت وأربعة، وكنت مستمرة على هاليومين، وكل أسبوع أنزل نفس اليوم، وكنت على جدول يعني. لين ما حسيت إن هني بدأت اشتراكات تزيد أكثر، عرفتوا بشكل يومي، يعني أحصل مثلا 70 مشترك جديد. بديت أنزل باستمرارية الفيديوهات، يعني حسنت من جودتها، عرفت الإضاءة كيف، وهي يعني هني أحس إن الناس بدأت تشوف محتواي أكثر. أوكي أتوقع أن خلص من توقعات اللي في الإنستغرام. الحين بنروح للسناب. سألت في السناب بعد، استخدمت برنامج يولي أول مرة أستخدمه. واحدة كاتبة أحس من شكلك يبينك هادية، بس في البيت العكس، ما أدري عاد. هي أنا مع الناس الجديدة وايد هادية، أستحي وايد، بس في البيت ومع الناس اللي حولي والقراب مني، ربعاتي وأهلي بنات خالاتي، لا العكس تماما. خطوبة صح؟ نفس الشيء بعد. شوف الفيديو اللي في صندوق الوصف، جاوبت عليكم. او ماي جاد، يا طالع الحين في الكاميرا صار لي 24 دقيقة ونص وانا لسه اتكلم.
ما أحب يوم أطول في الفيديوهات، أتعب في الأديتنج. واحدة كاتبة أحس إنك هادية وخلوقة، استمري قناتك تتجنن. حبيبتي والله من ذوقك. بداياتك كنت تتصنعين بس الحين فيديوهاتك عفوية أكثر. هذه عرفتني. صح كلامك. بداياتي كنت وايد حريصة أكثر وما كنت وايد مرتاحة للكاميرا كثر الحين، يعني أحس تعودت على الكاميرا وشي. بس أصور. هل أنت في علاقة حب؟ ايه أنا في علاقة حب مع اليوتيوب. بتطلعين وجهك عشان تشتهرين أكثر؟ لا مستحيل يعني. قلت لكم ليش. وحدة كاتبة we need room tour. إن شاء الله، بس أتريا أغير صبغة الحجرة، أبغى نفس الصبغة اللي تشوفونها الحين بس أفتح. وبس والله بنات ظهري انكسر وأنا جالسة شي، جالسة في وضعية غلط. المهم وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى يعني جاوبت عليكم وعرفتوني أكثر. لا تنسون تضغطون على زر الاشتراك واللايك. أحبكم وأشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.